أصبح فيصل يواجه حقيقة مؤلمة، حيث أن نواياه الطيبة لم تكن كافية لإنقاذ عبد الله، بل اكتشف أن المدرسة لم تكن مجرد مكان مهجور، بل كانت مركزا للشر. وتحولت المدرسة من مكان من الأمل إلى رمز للحقيقة المظلمة التي لم يكن مستعدا لمواجهتها. بينما يختفي عبد الله في الظلام، يبقى فيصل معلقا بين النية الطيبة والنتائج المأساوية التي لم يكن يتخيلها أبدا.